محمد علي باشا باني نهضة مصر الحديثة ومؤسس جيشها الذي أصبح في عهده من أقوى جيوش العالم في وقت قصير، احتل اليونان ودمر الدولة السعودية الأولى ووحد النوبة وسيطر على بلاد السودان وحارب في الشام والأناضول، وكاد أن يقضي على الإمبراطورية العثمانية ويغزو أوروبا. فما هي قصة محمد علي الزلزال الذي زلزل أركان الإمبراطورية العثمانية وأرعب أوروبا، والذي أرجع مكانة مصر محليا وإقليميا ودوليا؟ بداية القصة: نابليون قاد حملة لاحتلال مصر بهدف حماية المصالح الفرنسية ومنع إنجلترا من الوصول إلى الهند. ومصر في هذا الفترة كان تحت الاحتلال العثماني من تقريبا 300 سنة، وكان الغرض من هذا الحملة هو احتلال مصر الذي كانت تعتبر ممر تجاري مهم جدا لإنجلترا. فالسؤال البديهي التي سيطرح نفسه: أليس مصر دولة عثمانية؟ فكيف يكون ممر تجاري لإنجلترا؟ الإجابة: إن في فترة القرن 18 كانت الدولة العثمانية دب فيها الضعف، وخسرت الكثير من أراضيها في شمال أفريقيا وفي آسيا وفي أوروبا، فكانت أضعف من الدفاع عن نفسها من أي عدوان خارجي، فكانت تقوم بعمل اتفاقات مع القوى العظمى في العالم لأجل الدفاع عنها. ومن أبرز القوى العظمى كانت بريطانيا، وكانت الدولة العثمانية تقوم بتسهيل طرق التجارة لبريطانيا وإعطائها امتيازات ضخمة مقابل الدفاع عنها والحفاظ على حكمها. وفي سنة 1803 قامت الحرب النابليونية البريطانية، وغزا نابليون مصر لأجل قطع الطرق التجارية لبريطانيا مع مستعمراتها في الهند. فالدولة العثمانية كانت تريد أن تستعيد مصر، لكن كانت أضعف من أنها تقف أمام جيوش نابليون، فلجأت لبريطانيا لتحميها وتسترد له مصر. وأيضا الدولة العثمانية كونت جيوش وقوات من المتطوعين من جميع أنحاء المستعمرات العثمانية، وطبعا كان تحت شعار الجهاد في سبيل الله والدفاع عن الإسلام من أعداء الإسلام وغيرها من هذه الشعارات التي كان يستخدمها كل محتل قديما. وأحد هذا البلاد الذي كانت خاضعة للعثمانيين وجلبت منها متطوعين كانت مدينة قوالة في اليونان، والذي كان منها محمد علي. فكان محمد علي نائب القائد في كتيبة المتطوعين، وكان من وظيفة نائب القائد أنه يدير شؤون الكتيبة أثناء غياب القائد. ولسبب ما قائد الكتيبة عاد لليونان وترك الكتيبة تحت سيطرة محمد علي، فأصبح محمد علي هو القائد الذي يعطي الأوامر. فمحمد علي بعدما دخل مصر بالكتيبة وجد الوضع غريب، وجد الجميع يحارب بعض الجيش الإنجليزي والجيش الفرنسي والمقاومة الشعبية المصرية وجيوش متعددة من المتطوعين من أنحاء الدولة العثمانية وجيش المماليك. ورغم هذا نجحت المقاومة المصرية في هزيمة الجيوش الفرنسية بعد عدة معارك دموية وطرد الفرنسيين وتحرير مصر. لكن مصر بعد طرد الفرنسيين كان وضعها غريب، يوجد أكثر من قوى والكل يريد أن يحكم مصر. الإنجليز والعثمانيين والمماليك والسكان الأصليين المصريين كانوا يريدون حكم بلدهم بأنفسهم، وغير أيضا محمد علي الذي كان يريد أن يحكم مصر، فكان الوضع صعب. لكن الإنجليز انسحبوا من المنافسة وعدوا على بلدهم لأنهم كانوا يريدون أن يقضوا على نابليون في أوروبا، فكانوا محتاجين كل القوى للوقوف أمام نابليون، فتركوا احتلال مصر بعد القضاء على نابليون. والعثمانيين أيضا انشغلوا في صراعاتهم الداخلية والخارجية، خاصة ضد الروس، وطبعا كانوا مطمئنين لأنهم يرون أن المماليك ومحمد علي موالين لهم، وبهذا مصر سوف تبقى خاضعة للعثمانيين. فلم يبق في مصر غير 3 قوات يريدون حكم مصر: محمد علي بقواته والمماليك والسكان الأصليين المصريين. وقد يأتي في بال البعض سؤال: أين الجيش المصري؟ مصر لم يكن لها جيش، لأن جيشها وحكمها الوطني سقطوا خلال الاحتلال العثماني، وكان آخر سلطان مصري هو طومان ومن وقتها وهي بدون جيش وطني ولم تكن دولة. وأيضا خلال الاحتلال العثماني كان ممنوع منعا باتا أن مصر يكون لها جيش، أو أن يتم تجنيد أي مصري أو إعطائهم أسلحة لأجل أن لا يتمردون على العثمانيين ويحررون وطنهم. وطبعا المقاومة المصرية ضد الفرنسيين والإنجليز كان المصريين متسلحين بالنبابيت والسكاكين والسيوف والمناجل وغيرها من هذا الأدوات. فكان القوات الوحيدة في مصر الذي تملك السلاح الحقيقي كان قوات محمد علي والمماليك وبعض الجماعات، لكن كان أقوى قوات متسلحة في مصر هي قوات محمد علي، لأنها كانت تعتبر القوات الرسمية للدفاع عن مصر والحفاظ على حكم العثمانيين فيها. وكان من شروط الوالي أن يكون عثماني أو انتمائه وولائه للسلطان العثماني، وأن يتم اختياره من السلطان العثماني، وأن يكون ضعيف لا يتمرد ولا يعترض. فكان كلما ما العثمانيين يقومون بتعيين والي جديد كان زعيم المماليك عثمان بيك البرديسي يقضي عليه مرة بالقتل ومرة بالسجن ومرة بالطرد. وكان المماليك تقاسموا سلطة مصر مع العثمانيين، بل سلطتهم كانت تفوق السلطان العثماني نفسه، فكانوا بالقوة يعزلون الوالي المختار من طرف السلطان العثماني. وعلى الطرف الآخر كان محمد علي يقف يشاهد الذي يحدث في صمت ومنتظر الفرصة المناسبة ليتحرك.
ومن ناحية الأخرى عثمان بيك البرديسي تمادى أكثر وأكثر وفرض ضرائب هائلة على المصريين ونهب بيوتهم ومحلاتهم، وكان أي شخص يعترض كان يقتل. فغضب المصريين وقاموا بثورة ضد عثمان البرديسي وقواته. وهنا تحرك محمد علي واستغل الفرصة ووقف في صف المصريين ومنع قوات البرديسي من نهب محلاتهم وبيوتهم، ودخل حرب مع البرديسي وقام بطرده خارج القاهرة. فثار محمد علي إعجاب المصريين ورأوا أنه شخص عادل يدافع عنهم وعن أموالهم. والسلطان العثماني قام بتعيين خورشيد والي على مصر، وخورشيد لم يكن مطمئنا لمحمد علي فأراد التخلص منه لأنه مصدر خطر لاكتسابه ثقة وتأييد الشعب. فطلب خورشيد من السلطان العثماني استدعاء فرقة محمد علي من مصر، لكن رفض محمد علي تنفيذ ذلك بتأييد من العلماء والزعماء الشعبيين. فطلب خورشيد من محمد علي التوجه إلى الصعيد لإبعاده عن القاهرة، لكن بتأييد من المصريين رفض محمد علي الخروج من القاهرة. فطلب من السلطان العثماني إرسال فرقة عسكرية لدعم سلطة الحكم، فأرسل له السلطان فرقة من الفرسان الخفيفة من الشام، وهذا الفرقة قامت بالنهب والسلب وطرد المصريين من بيوتهم. فغضب المصريين من هذا الوالي وقواته، فخرجوا في ثورة يهتفون: يا رب يا متجلي أهلك العثمانلي. فتوجه الزعماء الشعبيين مع عمر مكرم إلى محمد علي لتوليته حكم مصر بشروطهم. فقام عمر مكرم بإرسال رسالة إلى خورشيد أن تم اختيار محمد علي والي على مصر وطلب منه مغادرة مصر، فرد عليهم: إني مولى من طرف السلطان، فلا أعزل بأمر الفلاحين ولا أنزل من القلعة إلا بأمر من السلطان. فأرسل عمر مكرم والزعماء الشعبيين للسلطان العثماني يطلبون منه تعيين محمد علي والي على مصر، فالسلطان العثماني رفض لأنه لم يختار محمد علي، وأيضا محمد علي لم يكون أمير ولا قائد عثماني ولا من العثمانيين. ولو وافق على مطالب المصريين كان في جميع المستعمرات سيحدث نفس الأمر، وكل شعب يخرج يطالب بتعيين أحد من اختيارهم، وبهذا لن يكون هناك دولة عثمانية. فالسلطان العثماني رفض رفض قاطع تعيين محمد علي والي على مصر. وعاشت مصر أياما متتالية من الفوضى والمواجهات بين الشعب وخورشيد، فكان الأمر صعب خاصة على السلطان العثماني الذي كان مشغول في الصراعات الداخلية والخارجية، ولم يكن يريد أن يظهر أن تم تعيين محمد علي غصب عنه، لأن إذا انتشر هذا الخبر فالذي حدث في مصر سيحدث في باقي البلاد. فالسلطان العثماني أصدر فرامين: الفرمان الأول لتثبيت خورشيد باشا والي على مصر، والفرمان الثاني عزل خورشيد وتعيين محمد علي وإعطائهم لأحد المندوبين الأذكياء، وقال له: اذهب لمصر وانظر للوضع، لو وجد فرصة ضئيلة لاستمرار خورشيد في حكم مصر فاخرج الفرمان بتثبيت خورشيد وأعلنه على الشعب، لكن لو وجد أن الأمر صعب ولا يوجد أي فرصة باستمرار خورشيد فاخرج بالفرمان الثاني بعزل خورشيد وتعين محمد علي. وهذا لإظهار أن محمد علي تم تعيينه بموافقة وإرادة السلطان العثماني وليس غصب عنه. فلما وصل المندوب لمصر وجد أن الشعب على وشك الانفجار، وأن استمرار خورشيد سيتسبب في غضب شعبي، وهنا المندوب أخرج فرمان عزل خورشيد وتنصيب محمد علي والي على مصر. وهنا نحتاج أن نقف قليلا ونسأل سؤالا: لماذا المصريين اختاروا محمد علي ليحكم مصر ولم يحكمون مصر بأنفسهم؟ لماذا عمر مكرم أو أحد الزعماء لم يطلبون تعيين أحد منهم حاكم على مصر؟ طبعا الإجابة بسيطة: مصر كانت تحت الاحتلال العثماني ولم تكن تملك جيش ولا أي قوة، ومستحيل العثمانيين يسمحون أن مصري هو من يحكم مصر، لن يقبلون أن المصريين يحكمون بلدهم، لأن ببساطة جعل مصري يحكم بلده فهذا يعني استقرار مصر عن الحكم العثماني، وسيكون بداية سقوط ومحو الدولة العثمانية، لأن لو حدث هذا سيخرج باقي البلاد تطالب بحكم بلادها. فالمصريين كانوا يعلمون جيدا أن هذا الأمر مستحيل، وكانوا يعلمون أن العثمانيين يقبلون أي شيء إلا أن مصري يحكم بلده، ولو طالبون هذا بالقوة سيحدث فيهم مذابح ومجازر جماعية، وهم لم يكونون يملكون القوة العسكرية ليدافعوا عن أنفسهم. وأيضا القوى الغربية وخاص بريطانيا لن تقبل بهذا، لأن استقرار مصر سوف يشكل خطر على مصالحها وطرق تجارتها بينها وبين مستعمراتها. والحكم الوطني الذي سيأتي سوف يتحكم في القوافل والبضائع الغربية التي تمر من أراضي مصر، وسوف يفرض ضرائب على هذا القوافل والبضائع. والأهم من هذا استقرار مصر يعني نهضة وقيام دولة قوية، فهذا معناه سيطرة مصر على أفريقيا والشرق الأوسط، يعني مستحيل القوى الغربية تسمح بنهضة مصر، وهم كانوا مستعدين أنهم يدخلون حرب دموية وقيام مجازر وإبادات جماعية ولا أن يحدث تهديد لمصالحهم. ومصر في هذا الوقت لم تكن تملك أي قوة عسكرية واقتصادية لتجعلها تدخل حتى حرب ضد بعض العصابات قليلة العدد، وليس ضد إمبراطوريات كبرى بجيوش ضخمة بأعداد فلكية وسلاح فتاك.
فالمصريين لم يكونوا بهذا الغباء، وكانوا يعلمون جيدا ماذا سيحدث فيهم لو جعلوا مصري يحكم مصر، ولأجل هذا اختاروا محمد علي ليحكم مصر. من ناحية أن محمد علي يعتبر قوى عثمانية يعني ليس مصريا، والسلطان العثماني والقوى الغربية لن يعترضوا عليه. ومن ناحية أخرى سيكون القرارات والحكم الفعالي بأيدي المصريين، وأن محمد علي سيكون مجرد حاكم سوري ليس في يده أي قرار. فعمر مكرم والزعماء الشعبيين ذهبوا لمحمد علي واختاروا ليكون حاكما لمصر، ووافق محمد علي. لكن بعد وصول محمد علي للحكم وجد أنه لا يملك أي سلطات، وجد أن السلطة والقرارات في يد عمر مكرم، ومحمد علي لم يكون له كلمة تسمع ولا أحد يصغي له. وحتى لما الإنجليز عادوا ليحتلوا مصر في حملة فريزر، المصريين بقيادة عمر مكرم هم من دافعوا عن مصر وهزموا الإنجليز. ومحمد علي كلما اتخذ قرار يرفض تنفيذه عمر مكرم، وعمر مكرم كان يأخذ القرارات بدون رجوع لمحمد علي ويتعامل وكأنه هو الحاكم والقرار في يده. وكان عمر مكرم الحاكم الفعالي لمصر وفي يده كل شيء. وطبعا هذا الأمر لم يعجب محمد علي، ورآه أن لا ينفع أن يكون لمصر حاكمين، وأن السفينة الذي لها رئيسين بتغرق من كثرة الاختلافات، لأن كل رئيس يريدها أن تمشي في اتجاه معين. فمحمد علي عرف أن عمر مكرم سيقف أمام أهدافه، فقرر التخلص من عمر مكرم والانفراد بالسلطة. لكن هذا الأمر لم يكن سهلا، خاصة أن عمر مكرم كان زعيم شعبي ونقيب الإشراف. لكن أتت الفرصة لمحمد علي على طبق من ذهب، لأن خلافه مع عمر مكرم تزامن مع انقسام علماء الأزهر حول مسألة، واستغل محمد علي هذا، واستغل أيضا محاولة عدد من المشايخ والعلماء للتقرب منه وغيرة بعض الأعيان من مكانة عمر مكرم بين الشعب. فاستمالهم محمد علي بالمال ليقفون في صفه ويدعمونه في أي قرار يتخذه ضد عمر مكرم، وأيضا ليتخلص منه. فجمع جمعا من العلماء والزعماء، وأعلن خلع عمر مكرم من نقابة الأشراف، ثم أمر بنفيه من القاهرة إلى دمياط. وكان يوجد اقتراحات من المشايخ بنفي عمر مكرم إلى تركيا لإبقائه تحت المراقبة، لكن محمد علي رفض إخراجه من مصر، واستكفى فقط بذهابه لدمياط بعيد عن مقر الحكم. وبنفي عمر مكرم اختفت الزعامة الشعبية الحقيقية من الساحة السياسية، وحل محله مجموعة من المشايخ الذين كان محمد علي قادرا على السيطرة عليهم إما بالمال أو بالاستقطاعات، وهم الذين سماهم الجبرتي مشايخ الوقت. ورغم تخلص محمد علي من عمر مكرم والسيطرة على المشايخ، لم ينفرد بالسلطة، لأن السلطان العثماني لم يعجبه الأمر وخاف من توسع نفوذ محمد علي، وكان مدرك أن محمد علي بيسعى السلطة من العثمانيين في مصر، وكل شيء بيخضع تدريجيا له، وأن السلطان العثماني لم يبقى صاحب الكلمة المطلقة في مصر، وخاف من الذي يفعله محمد علي في مصر من إصلاحات اقتصادية، وهذا يشكل خطر على سيطرة العثمانيين، لأن ولاية باقتصاد قوي ستكون بداية استقرار الدولة عن الاحتلال العثماني. وطبعا مصر كانت بمثابة كنز للعثمانيين، ولا بد أن تبقى ضعيفة لأجل السيطرة عليها، وأن الوالي الذي يحكمها يكون ضعيف خاضع تماما للسيطرة العثمانية. فحاول السلطان العثماني أن يتخلص من محمد علي، لكن الدولة العثمانية كانت أضعف من أنها تتخلص من محمد علي بسهولة، لأنها لا تريد أي غضب شعبي. فالسلطان العثماني كان في حرب ضد الواهبين في الجزيرة العربية، وكان كلما دخل حرب معهم يهزم. وكان الواهبين يزدادون قوة، والدولة السعودية الأولى تتوسع معا كل يوم. فالسلطان العثماني استغل هذا للتخلص من محمد علي، وطلب منه تجهيز حملة عسكرية والقضاء على الدولة السعودية. فلو محمد علي لم يقدر على القضاء على الدولة السعودية وإن هزم، فهذا يعني أضعاف محمد علي، ويسهل عزله والتخلص منه بسهولة. لكن لو محمد علي انتصر وقضى على الوهابيين فأيضا هذا مكسب للعثمانيين، لأن جزيرة العرب ومكة سترجع تحت سيطرتهم مرة أخرى، يعني في كلا الحالتين الدولة العثمانية كسبانة، أما يتخلصون من الواهبين أو يتخلصون من محمد علي. لكن على الطرف الآخر محمد علي كان يعلم هذا جيدا، ويعلم أن هذا الحرب لأجل التخلص منه، لكن رحب بهذا واستغله لصالحه. لكن محمد علي كان يعلم أن خروج قواته من مصر سوف يستغلونه المماليك لأجل السيطرة على مصر والتخلص منه. وهنا نحتاج أن نقف قليلا ونعرف من هم المماليك وماذا فعلوا، وهل يستحقون ما فعله بهم محمد علي. سوف أشرح الذي حدث باختصار شديد. كانت العلاقات العثمانية المصرية طيبة وقوية،
والعلاقات كانت تصل أحيانا إلى حد التحالف، والدولة العثمانية في بدايتها كانت دولة أضعف من مصر، حتى حاولت تتوسع في الشام على حساب مصر، لكن تم هزيمتها في عصر سلطان المصري قايتباي، مما اضطرهم لطلب الصلح. لكن لما كبرت وتوسعت في البلقان والأناضول على حساب أملاك البيزنطيين وغيرهم، وأصبحت أقوى وقويت شوكتها واستغلالها الضعف الذي دب في الدولة المصرية، فظهرت أطماعها من جديد، وابتدأ العثمانيون في التوسع على حساب الإمبراطورية المصرية، وهاجموا مصر في عصر سلطان المصري قانوسوها الغوري وسلطان طومن، بعد أن السلطان العثماني سليم الأول أجمع تجار الدين ليصدروا فتوى بتكفير المصريين وخروجهم من الإسلام. وبدأ سليم الأول التحرك لغزو مصر، فجمع سلطان مصر قانوسوه الغوري قواته وخرج من مصر واتجه لسوريا ليواجه العثمانيون، بعد أن علم قانوسوه بخروج سليم لملاقاته، فأرسل رسالة إلى جانن الغزالي والي حمص أن يجمع قواته ومعه أمراء الشوف ولبنان ويوافيه عند سهل مرج دابق، فاستجاب له وتجمع بقواته هناك، كما اجتمع لديه جيش من دمشق. وانضم له والي حلب خائر بك الذي كان على اتصال بالعثمانيون، وأقنعوه بخيانة الغوري على وعد بحكم مصر. واصطف الجيشان وبدأت المناوشات بينهما، وعلى الرغم من استبسال الجنود المصريين وإظهار شجاعة لا مثيل لها وهجوم الفرسان المصريين الذي زلزل صفوف العثمانيون، إلا أن الخيانة كانت كفيلة بتغيير نتيجة المعركة، فمزقت خيانة خائر بك الجيش المصري، وانسحب خائر بك من ميدان المعركة ليمكن القوات العثمانية من اختراق صفوف الجيش المصري، فزادت الخسائر في صفوف المصريين، وبدأ الجنود في التخاذل والهرب، فانفك الجيش وانتصر العثمانيون وقتلوا أعدادا كبيرة من الجنود، وقتل قانوسوه الغوري. فقام المصريين بتنصيب طومن سلطانا، وبدأوا في التجهيز لصد العثمانيون، لكن الخسائر الذي تعرضوا لها كانت في معركة مرج دابق كانت هائلة، وتعويضها ليس بالأمر السهل، لأن اقتصاد مصر في هذا الوقت كان يمر بضعف ومشاكل، وأيضا الوقت لم يسعفهم لتعويض خسائرهم، لأن سليم الأول كان على أبواب البلاد، وسليم الأول أرسل طومن يطلب منه الاستسلام والخضوع له والطاعة، وحذره من الوقوع فيما وقع فيه قنصوة الغوري، لكن طومن رفض التفريط في استقلال مصر وخضوعها لأحد، واختار أنه يقاوم ويتصدى للغزاة العثمانيون، فقامت معركة ريدانية، وانهزموا الجيش المصري بسبب الخيانة الذي حدثت من بردي الغزالي الذي باع طوما للعثمانيون، وأخبره عن المدافع الذي اشتراها المصريين، وأخبرهم عن مكانها وعن خطة المصريين في الدفاع. فاستفاد سليم الأول من نصائح الغزالي، فقام بتقسيم جيشه إلى 3 فرق، فرقة مقابلة للجيش المصري في الريداني، وفرقة أخرى سارت تحت الجبل الأحمر والمقطم وأحاطت بهم من اليمين والخلف، وفرقة سارت في اتجاه بلاق وأحاطت بهم من الشمال. فتم محاصرة آخر ما تبقى من الجيش المصري، ولما أدرك طومن ومن معه خيانة الغزالي لم يمتنعوا عن القتال، وهاجموا صفوف العثمانيين، وكانت معركة شرسة وعنيفة، وكانت الخسائر فادحة من الطرفين، إلا أن الهزيمة كانت من نصيب طومن، فخسر الجنود المصرية عدد كبير وانسحبوا من المعركة. ودخل سليم الأول القاهرة، وحاول طومن القيام بهجوم كر وفر، واستطاع هو و7,000 جندي أن يقوموا بمجموعة من المعارك في جميع أنحاء شوارع القاهرة ضد 100,000 جندي عثماني. وآخر المعارك كانت معركة وردان، والذي انكسرت فيها شجاعة المقاومة أمام قوة العثمانيون. ودخل العثمانيون القاهرة، وما أن أعاد العثمانيون سيطرتهم على القاهرة حتى استباحوها، فكانت مجازر بشرية 3 أيام من سلب ونهب وحرق وتدمير، وقتل 10,000 مصري في 4 أيام، ولاقى أهل مصر الأهوال. فلما سمع طومن الذي حدث حاول الانتقام، وقام بسلسلة معارك دموية ضد العثمانيين، وكانت معارك دموية أوقع بالعثمانيون خسائر فادحة، لدرجة أن السلطان العثماني طالب الهدنة والصلح والانسحاب من مصر بشروط، وهي أن تكون الخطبة والسكة باسم سليم الأول، بمعنى أن الدعاء على المنابر في الصلاة يكون للسلطان سليم، وإن النقود يكون عليها اسم السلطان العثماني، ويبقى طومن في حكم مصر نيابة عنه. وهذا يعني ببساطة أن طومن يعترف بالاحتلال العثماني، لكن رفض طومان، وقامت المعركة الحاسمة في الجيزة. وعلى الرغم أن جيش طومان تفوق في البداية، إلا أن البارود والرصاص حسم المعركة مرة أخرى لصالح العثمانيون. وبعد فقدان طومان معظم جيشه، فر متجها إلى الشمال نحو البحيرة، حيث لقاه حسن بن مرعي وابن أخيه من مشايخ العرب بالبحيرة، وبعد أن أقسموا له على أن يحمياه، فقام بتسليمه إلى السلطان سليم. وجميع هؤلاء قبضوا من العثمانيون ثمن خيانتهم لمصر، وعلى رأسهم خيربك الذي أخذ ثمن خيانته فأصبح واليا على مصر،
وهؤلاء هم المماليك الذي استمروا هما وخلفاؤهم في حكم مصر حتى تخلص منهم محمد علي. والعثمانيون خوفا من أن يظهر والي قوي يستقر بمصر، فكانوا يقاسمون سلطات مصر على 3 فئات: أول فئة الوالي العثماني، ثاني فئة المماليك، ثالث فئة الحامية العثمانية أو الوشكت. وكان هؤلاء الثلاثة في حالة تنافس ونزاع، فكان من المستحيل أن يتفقون مع بعضهم، وبهذا العثمانيون يضمنون استحالة استقرار مصر بأحد هؤلاء. لكن هذا لم يدوم طويلا، لأن مع مرور الوقت المماليك قويت شوكتهم، فكانوا يشترون عبيد ويدربونهم ويزدادون عدد وقوة، وأصبح الحكام الفعليين للبلاد، وكانوا يقومون بعزل الوالي العثماني أو سجنه أو طرده خارج البلاد أو قتله. وكانوا المماليك مقسمين إلى مجموعة أحزاب، وكل حزب له أمير، وكل أمير يحكم إقليم أو مديرية ويحصل على لقب بك، ولذلك عرف الأمراء المماليك أيضا بالبكوات المصرلي. وكان منهم أمير يتولى حكومة القاهرة كانوا يسمونه شيخ البلد. والشعب المصري خلال تلك الفترات ذاق الويلات خلال الاحتلال العثماني، كان نهب وسرقة وبلطجة وظلم وقتل ومص دماء المصريين وخراب بلدهم أكثر مع كل يوم، وانتشر الفساد أكثر بكثير من بداية الاحتلال العثماني. وكان المصريين مجبرين للدفع لكل الأطراف، يدفعون للوالي العثماني ويدفعون للحماية العثمانية ويدفعون للمماليك بكل أحزابهم، وكانوا يدخلون على المحلات والدكاكين يأخذون كل ما يريدون بالقوة. وذاق المصريين الويلات وعاشوا في رعب وظلم بمعنى الكلمة، ولم يكون يوجد أحد يلجؤون إليه ليرد عنهم الظلم ويرجع لهم حقوقهم، لأن الجميع كانوا ظالمون، وهم نفسهم من كانوا يهدرون ويسلبون حقوق الشعب من أول السلطان العثماني لحد المماليك. وكان المماليك ضعاف وقوتهم فقط على الشعب الأعزل، ولأجل هذا لما جاءوا الفرنسيين كانوا قادرون على دخول مصر والوصول للقاهرة بكل سهولة، وإجبار المماليك على الهرب والاختباء. وكان أحد أمراء المماليك كان إبراهيم بك الذي هرب للشام، ومراد بك الذي هرب للصعيد، والذي كان لا يمر على قرية في الصعيد إلا وإجبار أهلها على دفع الضرائب بالقوة والعنف. وكان خلفهم الفرنسيون يفعلون نفس الأمر، فكان المماليك والفرنسيون يأخذون الحبوب التي لدى الفلاحين ويذبحون حيواناتهم وطيورهم كطعام لهم، ثم يخلعون أسقف البيوت وأبوابها ونوافذها للتدفئة بها في ليلة الشتاء، ويفرضون الضرائب الباهظة من جديد على الأهالي. ومن ثم تحالف مراد مع الفرنسيون ضد المصريين، وكان سبب في انتهاء ثورة القاهرة الثانية وهزيمة المصريين هزيمة ساحقة وتدمير القاهرة، حيث شارك في عمليات القتال ضد المصريين ومنع عن القاهرة الإمدادات الغذائية التي كانت تأتي إليها من الصعيد ومن الجيزة. فيذكر أنه قد صادر شحنة من الأغذية والخراف تقدر ب4,000 رأس كانت آتية من الصعيد لنجدة أهل القاهرة، وقدمها هدية إلى كليبر والجيش الفرنسي، وكادت القاهرة أن تسقط في مجاعة حقيقية. ولم يكتفي مراد بذلك، بل سارع أيضا بإرسال الهدايا والإمدادات إلى جيش كليبر الذي يحاصر القاهرة، وقدم للفرنسيين المؤن والذخائر، وكان هو الذي نصح كليبر بأن يحرق القاهرة، وهو الذي أمد الفرنسيين بالبارود والمواد الحارقة التي استخدمت بالفعل في تدمير أحياء القاهرة. وكان مراد قد اشترى هذا البارود من قبل بأموال المصريين التي جمعها منهم للدفاع عن مصر ضد أي خطر يمكن أن تتعرض له. وبالفعل أشعل الجنود الفرنسيون الحرائق في البيوت والمتاجر والوكالات، فاندلعت النيران في حي بولق مصدر الثورة، وسقطت البيوت على من فيها، وتناثرت جثث القتلى، واستمر الضرب بالمدافع حتى دمر الحي بأكمله. ثم تابع الفرنسيين الهجوم على سائر أحياء القاهرة حيا حيا، واستمرت هذه الأهوال 8 أيام، جرت في أثنائها دماء أنهارا في الشوارع، وأصبحت أحياء القاهرة خرابا. وليس هذا فقط، بل مراد لما رأى ضعف الفرنسيين أمام البريطانيين اتصل بالجيش البريطاني لأجل أن ينضم إليهم ضد الفرنسيين، ووافقوا واستعد للمعركة ضد الفرنسيين، لكن أصاب بالطاعون ومات. ولما وصل محمد علي واختاروه المصريين ليحكم مصر، عرف أن هناك اتصالات سرية بين بعض أمراء المماليك وخورشيد باشا ضده، فجهز حملة من 3,000 جندي لهزيمة قوة المماليك التي تؤيد خورشيد. ولم يلبث محمد علي حتى خرج 1000 من المماليك لمدينة القاهرة في محاولة للاستيلاء على الحكم بزعامة محمد بك الألفي الذي كان مدعوما من الإنجليز منذ أن ساندهم عندما أخرجوا الفرنسيون من مصر. ولكن كان محمد علي على علم بتحركاتهم، فنصب لهم فخا وأوقع بهم خسائر فادحة مما اضطرهم للانسحاب. واستغل محمد علي الفرصة وطاردهم حتى أجلاهم عن الجيزة، فتقهقروا إلى الصعيد الذي كان ما زال في أيديهم. كما استطاع الألف السيطرة على أجزاء من الوجه البحري، وعرض الألفي على محمد على الصلح على أن يحكم البحيرة والشرقية. ولما رفض محمد علي انطلق الألفي إلى دمنهور فحاصرها، وبدأ في إطلاق المدفعية على حاميتها، ولكن خسر الألفي في هذه المعركة. وحاولت حملة إنجليزية بقيادة الفريق فريزر دخول مصر عن طريق الإسكندرية، ولكن انهزموا في رشيد بفضل المقاومة المصرية، فعقد محمد على الصلح مع الإنجليز بعد مفاوضات تنص على وقف القتال في غضون 10 أيام وإطلاق الأسرى الإنجليز.
ومحمد علي استغل هذا الصلح مع الإنجليز ليضمن أنهم لم يدعموا المماليك مرة أخرى أو يهاجموا البلاد. وبعد وفاة الألفي وعقد الصلح مع الإنجليز، حان الوقت لمحمد علي أن يقضي على المماليك تماما. فزحف محمد علي بجيشه إلى الصعيد الذي كان بقبضة المماليك، فانتصر عليهم واستولى على الفيوم، وانسحب إبراهيم بك وعثمان بك وسليم بك وغيرهم من زعماء المماليك إلى أسوان، بينما طلب شاهين بك العفو من محمد علي. فاستغل محمد علي هذا ليزيل العداوة بينه وبين المماليك، لأنه كان يعلم أن أي نزاعات داخلية لن تجعل البلاد تستقر وتنهض، فعفى عنه. وسمح لشاهين بك أحد أمراء المماليك أنه يأتي للجيزة يعيش فيها معزز، وأن يكون له إيراد إقليم الفيوم و33 قرية في محافظة المنيا و10 قرى في الجيزة، وتعيينه كاشف إقليم الجيزة، بمعنى مسؤول عن كشف موارد الإقليم ويتصرف فيها كما يشاء. وطلب منهم بالمقابل أن يرسلوا جزء من إيرادات الأقاليم لخزينة الدولة كضرائب ويحتفظون بالباقي لأنفسهم، وسار على حذوه عدد من أمراء المماليك فطلبوا العفو وسكنوا في القاهرة. فوافق الجميع وأقسموا بالولاء والطاعة، لكن الخيانة بالنسبة للمماليك أمر طبيعي، فبعدها بفترة امتنعوا عن إرسال أي ضرائب لخزينة الدولة. فأرسل محمد علي لهم رسالة يطلب منهم إرسال المتفق عليه، لكن رفضوا، فأرسل محمد علي حملة لإخضاعهم، فتم هزيمتهم وتحصنوا في الجبال. فأرسلوا لمحمد علي طالبين العفو، فوافق محمد علي بشرط أنهم يأتون للقاهرة ليصبحوا تحت المراقبة، وإيرادات القرى ستصل لهم بشرط أن يدفعوا فقط الأموال المقررة من الدولة، فوافقوا. لكن بعدها غدروا بمحمد علي وأرسلوا لشاهين بك في الجيزة لينضم إليهم، وفعلا انضم لهم، وانسحبوا جميعهم للصعيد وتحصنوا في وأعلان التمرد. فأرسل محمد علي قواته، وبعد عدة معارك هزمهم، وانقسموا المماليك لمجموعتين، المجموعة الأولى بقيادة إبراهيم هربت إلى أسوان، والمجموعة الثانية بقيادة شاهين ذهبوا لمحمد علي يطلبون العفو. وفعلا محمد علي عفى عنهم وأكرم شاهين ورجاله، ورغم كرم محمد علي غدروا به وحاولوا يقتلوه أثناء سفره لتفقد بعض مشروعاته في السويس. وهنا أدرك محمد علي أن هؤلاء لا فائدة منهم، وأنهم يقفون أمام تطور مصر السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وأن وجودهم أكبر خطر على مستقبل البلاد، خاصة بعد أن عرف بتواصلهم مع البريطانيين، وأن المماليك يخططون للإطاحة به مستغلين خروج قواته من البلاد. وهنا قرر محمد علي محو المماليك من الوجود. لكن كان محمد علي يعلم صعوبة الانتصار على المماليك لقدرتهم على الكر والفر وإعادة تنظيم صفوفهم، فهو لا يريد الاستمرار في محاربتهم وجها لوجه حتى يتخلص منهم في ميادين القتال، لأن هذا صعب، وأيضا سيؤدي إلى حرب طويلة الأجل هي أضر على البلاد. وأيضا الدولة العثمانية كانت تؤيد إلى استمرار تلك الحرب لفترات طويلة، لأن انشغال الدولة في الصراعات الداخلية أكبر ضمان على عدم استقرار الدولة وتقدمها، وبهذا تصبح خاضعة ولا تشكل أي خطر. فقرر محمد علي التخلص من المماليك بضربة واحدة، فأرسل لهم دعوة لمراسم تنصيب أحمد طوسون باشا كقائد للحملة المتجهة لجزيرة العرب، وحضروا المماليك الحفلة، وكان عددهم 470 من الأمراء. والمذبحة باختصار عند تنصيب طوسون القيادة سار بالموكب إلى باب العزب، وسار ورائهم المماليك، ولما خرج الجنود من الباب تم قفل الباب من الخارج في وجه المماليك، وتحول الجنود بسرعة عن الطريق وتسلقوا الصخور على الجانبين، وفتح الجنود عليهم وابل الرصاص، وحاول المماليك الفرار، لكن قتل أغلبهم بالرصاص. ومن نجا منهم من الرصاص ذبح على أيدي الجنود، ولم ينج منهم سوى مملوك واحد تمكن من الهرب إلى الشام، وبعدها ذاع الخبر وانتشرت الفوضى، ونزل الجنود الأرناؤوط في أنحاء القاهرة يفتكون بكل من يلقونه من المماليك وأتباعهم، ويقتحمون بيوتهم فينهبون ما تصل إليه أيديهم. واستمر الأمر ل3 أيام، قتل خلالها نحو 1000 من المماليك ونهب 500 بيت، ولم يتوقف السلب والنهب إلا بعد أن نزل محمد علي إلى شوارع المدينة وتمكن من السيطرة على جنوده وأعاد الانضباط. ولم ينجو من المماليك إلا من هرب من المدينة مختفيا وهاجر إلى الصعيد ومنها للنوبة، وأمر محمد علي الدوريات المتنقلة باعتقال كل من يلقونه من المماليك. وهنا تم القضاء على الأمراء المصرية الذي سيطروا على مصر 3 قرون. وللمعلومة اسم المماليك اسم حديث لم يكن موجود قبل، بل تم اختراعه من طرف دانيال بيبس والمؤرخ الإسرائيلي ديفيد أيالون المتخصص في تاريخ الإسلام والشرق الأوسط، وهؤلاء هم أول من أشار إلى مفهوم طبقة المماليك وتم تعميم الاسم. لكن قبل هذا لم يكن يوجد اسم مماليك، بل كان المؤرخين يصفون المرتزقة الذي جاءوا مع العثمانيون وحكموا مصر باسم الأمراء المصرلية أو البكوات المصرلية أو الأمراء المصرلية نسب لمصر، لأنهم ولدوا وعاشوا في مصر، ولأجل التفريق بينهم وبين العثمانيون في مصر والتفريق بينهم وبين المصريين الأصليين من أهل البلد. انقسمت الآراء حول مذبحة القلعة، فمنهم من رأى أنها حادثة غدر أساءت لسمعة محمد علي ووصمة عار في تاريخه، ومنهم من وصفها بحادثة أدخلت الرعب في قلوب المصريين لعقود.
ومنهم من رأى أنها نقطة سيئة في تاريخ مصر ووصمة عار في تاريخ محمد علي السياسي. ومنهم من رأى أنه لا يوجد ما يسوغ فعل محمد علي في الغدر بالمماليك، ومهما بلغت سيئاتهم فإن القضاء عليهم بوسيلة الغدر أمر تأباه الإنسانية. ولو أن محمد علي باشا استمر في محاربتهم وجها لوجه حتى تخلص منهم في ميادين القتال لكان ذلك خيرا له ولسمعته. ومنهم من رأى أن الحادثة كان لها ضرر غير مباشر على الشعب المصري، لأن الفتك بالمماليك على هذه الصورة الرهيبة كان له أثر عميق في حالة الشعب النفسية، لأن مذبحة القلعة أدخلت الرعب في قلوب الناس وبث الخوف في نفوس المصريين. ومنهم من قال أن مذبحة القلعة دعا فيها السفاح محمد علي باني مصر الحزينة الأمراء المصريين ليتمكن من التخلص منهم، ووصف محمد علي بالأرناطي المأجور، بينما حاول بعض المؤرخين تبريرها وأنه اضطر إليها دفاعا عن نفسه من خطر المماليك، وأنها كانت خيرا لمصر وخلصت مصر من شر المماليك. ومنهم من رأى أن محمد علي كان مضطرا لذلك للدفاع عن نفسه وحكمه من المماليك الذين كانوا لا ينفكون للسعي إلى السلطة. عندما طلبت الدولة العثمانية من محمد علي إرسال قواته إلى جزيرة العرب، قرر توجيه ضربة قاضية للمماليك حتى يطمئن في حالة خروج الجيش من البلاد، لأنهم كانوا يرون أنهم الأحق بحكم مصر، وكانوا دائما التمرد والإزعاج، ولم تنفع معهم محاولات الصلح والإرضاء بالأموال التي قام بها. ومنهم من رأى أن التخلص من المماليك كان خيرا لمصر، فإن بقاءهم يفضي إلى حرب هي أضر على البلاد من الإيقاع بهم، كما أن إرادة الباب العالي كانت تؤدي إلى استمرار تلك الحرب. فالضربة الجريئة التي ضربها محمد علي تنفيذا لأوامر الباب العالي السرية قد قضت على نظام كانت تركيا تعمل على التخلص منه تدريجيا. ومن هذه الناحية يمكن تبرير فعل محمد علي، بينما عدها البعض إحدى أفعال محمد علي الحسنة التي خلص بها مصر من شر المماليك، ووصفها البعض بأنها معركة القلعة، فهي معركة بين محمد علي والمماليك، ولكنه اختار فيها أن تكون معركة نصف بيضاء، أي أن تسيل دماء العدو وحده في مكان أنيق ووقت محدود. ومنهم من رأى أن لو لم يتخلص محمد علي من المماليك لتخلصوا منه والانقضاض على زمام الحكم، وكانت استمرت دولة المماليك حينا من الدهر، وما كنا رأينا مصر الحديثة التي أسسها محمد علي في التطور والتقدم العلمي والطبي والسياسي والجغرافي والثقافي والمعماري والصناعي. وكانت الأمة المصرية ستكون مهددة بالانقراض، لأن التطور الطبي الذي فعله محمد علي كان له الفضل في صمود الأمة المصرية أمام الأوبئة واستمرارهم وزيادة عددهم، بعد أن كانت الأوبئة تفتك بها على مدار قرون وكان عددهم يتناقص بسرعة. فما رأيك أنت لو كنت مكان محمد علي؟ ماذا كنت ستفعل؟